السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتكلم عن حاجة اسمها الكابلنج والكوهيجن، وده حتى هتلاقي ليسون اسمه ليسون اكس كده، لأن هو مش مرتبط بترتيب البلاي ليست، ولكن حاجة كده لازم تعرفها علشان تسهل عليك مذاكرة السوليد برنسبل. وهحطها طبعا قبل شرح السوليد برنسبل كلها عشان برضه تشوفها في الأول. بص يا باشمهندس، قبل ما نكمل في السوليد برنسبل في مفهومين مهمين جدا لازم نفهمهم الأول. مفهومين لو استوعبتهم هتعرف ازاي الكود بتاعك يبقى أسهل في التعامل وأسهل في الصيانة بتاعتك ويتعدل في المستقبل. المفهومين دول زي ما احنا قلنا اللي هما الكابلنج والكوهيجن. وصدقني اغلب المشاكل في الكود اللي بتواجهها ممكن ترجع لحاجه فيهم اصلا. فتعريف بسيط او تعريف سريع كده للاثنين او الديفينيشن ليهم من الاخر. الكابلنج هو ببساطه درجه الترابط والاعتماديه او الديبندنسي ما بينهم ما بين الكلاسز او الموديولز في الكود كله. يعني الكلاسز وبعضها الديبندنسي ما بين بعضها ده اسمه الكابلنج. يعني لو عندك كلاس بيعتمد جامد على تفاصيل كلاس تاني يبقى الكابلنج هنا عالي. لو هو بيعتمد على حاجات بسيطه زي انترفيسز وابستراكت كلاس وحاجات اللي في النص دي يبقى كده الكابلنج بتاعك قليل، وده اللي احنا عايزينه. اما بقى في الكوهيجن هو العكس تماما، هو بيكون جوه الكلاس لا مش بره الكلاس. يعني ايه؟ يعني مدى ترابط المسؤوليات او الريسبونسبيلتيز جوه كلاس واحد. لما يكون الكلاس هاي كوهيجن يعني بيركز على حاجه واحده وواضحه، والكلاس بتاعك لما يكون لو كوهيجن يعمل كل حاجه في الدنيا. زي مثلا الكلاس ممكن يكون مثلا عن انك بيسيب الداتا، بيبعت ميلاد، بيحسب اسعار، كل ده جوه كلاس واحد، فده ساعتها يبقى اسمه لو كوهيجن. ليه بقى الموضوع مهم نفهمه للسوليد برنسبل؟ انا بقول لك لازم تفهمه قبل ما نكمل علشان معظم مبادئ السوليد برنسبل بتدور حوالين الاثنين دول، حاجه اسمها الكابلنج وحاجه اسمها الكوهيجن. انها تقلل الكابلنج، تقلل الاعتماديه ما بين الكلاسز، وتزود الكوهيجن ما بين الكلاسز. فزي ما احنا قلنا ان هي مهمه في المنتاليتي انك تعدل على الكود بتاعك، تتست الكود بتاعك كويس وتكستند الكود بتاعك كويس. فلو زي ما احنا قلنا هندي مثال مثلا في السنجل ريسبونسبيلتي ان هو بيركز على ان كل كلاس بيعمل حاجه واحده اللي هي ده اسمه الهاي كوهيجن. ونيجي في مثلا في حاجه اسمها ديبندنسي انفيرجن يركز على انك تقلل الكابلنج ما بين الهاي ليفل واللو ليفل موديول. فلو انت فاهم المفهومين دول كويس هتلاقي نفسك بتطبق الماده دي بشكل طبيعي. طبعا لو انت لسه ما شفتش بقيه السوليد برنسبل انا مش عايزك تكون فاهم قصدي دلوقتي، ولكن لما تفهم السوليد برنسبل وتتفرج على كل واحد فيهم هتعرف ان احنا بنطبق الكابلنج والكوهيجن، ومحتاجين نركز بس على انه نقلل الكابلنج ونزود الكوهيجن. بس لو عايزين نقول مثلا على امثله للكابلنج، مثلا ان يكون كونتنت كابلنج، يكون الاكسس انترنالز، او الكومن كابلنج اللي هو الجلوبال داتا، يكون عندك جلوبال داتا كتير، او الاكسترنال كابلنج اللي هي البروتوكولز، او كنترول كابلنج اللي هي الفلاجز، او الستاند مثلا في الايميلز ده برضو يعتبر من ده ستراكشر فيها كابلنج، والداتا كابلنج تمام، والابستراكشن انترفيس كابلنج اللي هو البريفيرد. فدي كلها من الاسوأ للاحسن فيهم في الكابلنج. والكوهيجن برضه نفس الفكره، ان انا مثلا فانكشن كوهيجن مثلا تكون فانكشن بتعمل حاجات كتير، دي احسن بتعمل حاجه واحده، دي احسن حاجه في الكوهيجن. مثلا كوميونيكيشن كوهيجن، سيكونشال كوهيجن، بروسيجرال كوهيجن برضه نفس الفكره. هو زي ما قلت لك مترتبين من الاحسن للاسوء. يعني اسوء حاجه فيهم هي في اللي هي اللوجيكال كوهيجن، يكون في حاجه لوجيكال فيها لوجيك كتير مثلا بيعمل كذا حاجه في نفس الوقت، فده مش احسن حاجه في الكلاس. لو هندي مثال مثلا على الهاي كابلنج او اللو كابلنج بشكل عام، لو انت مثلا عندك كلاس مثلا اللي هو بتاع الاوردر ده بيعمل مثلا كذا حاجه زي بيحسب السعر، بيخزن الداتا، بيبعت ايميلات، بيطبع فواتير. ده هنا في مشكله ان هو الكلاس ده بيعمل اكتر من وظيفه، فده اسمه لو كوهيجن وبيعتمد بشكل مباشر على السيكوال، وده اسمه هاي كابلنج. وممكن نشوف ده في الكود زي ما احنا قلنا. مثلا عندك هنا اليوزر مانجر، مثلا في هنا فانكشن بتعمل ريجستري، يعني كذا حاجه بتفاليديت وتنسرت في الداتابيز وتبعت ميل. وانا اللوجن برضه بيعمل كذا حاجه، بيعمل حاجه معينه، وده بيعمل حاجه معينه، ده بيعمل حاجه معينه. هنا المشكله في الحوار ده كله؟ اللو كوهيجن بالنسبه لك هو ان الكلاس ميكس ريجستريشن واللوجن والباسورد ريسيت وكل الكلام ده في كلاس واحد، فده اسمه لو كوهيجن. يعني هو بيعمل كذا حاجه والكلاس ده واحد ويعمل كذا حاجه، فده المشكله. الهاي كابلنج هنا فين بقى؟ ان هو معتمد مثلا على الداتابيز، هنا معتمد على داتابيز من بره، الايميل والفايل سيستم كله من بره، فده معتمد على كلاسز وفانكشناليتي تانية بره بشكل كبير، لان هو اكنه عامل منها اوبجكت تاني. طيب وحل الموضوع ده بشكل عام او بكل بساطه ان هو قسم الحوار ده، عمل انترفيسز، قسم المشاكل دي كلها، وعمل الكلاس مثلا عمل هنا قسم الموضوع ده كله بشكل عام، وخلى اليوزر سيرفيس بتاعته ان هو مثلا هنا بيأكسس حاجات معينه، مش كل بيأكسس شويه من الانترفيس دي. برضه قسم الفانكشناليتي بتاعت الريسيت والاكسبورت وكل حاجه فيهم بقت منفصله في فانكشناليتي لوحدها وكلاس لوحدها وكل الكلام ده. فانت نعرف ان احنا مثلا عاملين كابلنج او كوهيجن. تعرف منين بقى من الحوار ده او الريد فلاجز عشان تعرف الحوار ده؟ لو لقيت مين نيو ان بزنس لوجيك اللي هو مثلا اوبجكتس كتير معموله في البيزنس لوجيك، لو لقيت مثلا امبورت ليست تو ليفل
modules انك عامل import لمثلا classes high level جوه اللو level، فده برضه يعمل لك مشكله. تكون مثلا الكلاس بتاعتك اكبر من مثلا 300 سطر كود، في الاغلب بيكون فيها حاجه. اول ما تلاقي الكود بتاعك يكون كبير لازم تعرف ان في مشكله ما، او مثلا فيها unrelated method، مثلا يكون فيها كلاس مثلا في فانكشناليتي كتير او في فانكشنز كتير مالهاش علاقه ببعض. لو احنا عايزين نعمل ريفاكتور الكود بتاعنا او نطبق الكوهيجن بشكل عام، عندك بقى السنجل ريسبونسبيلتي بيسبليت الريسبونسبيلتيز، ده هيعمل ايه بقى؟ ان هو يعلي الكوهيجن، ان هو يخلي كل كلاس بيعمل حاجه واحده. الديبندنسي انفيرجن بيقلل الكابلنج بين الكلاسز والاعتماديه بين الكلاسز، فده بيعمل حاجه اسمها بيديبند على ايه؟ الابستراكشن. طبعا بقى في ديزاين بيتنس تانية زي الفصال، زي الادابتر، زي الاستراتيجي، كل الحاجات دي بتطبق السوليد برنسبل، وفي نفس الوقت بتعلي بتقلل الكابلنج وتزود الكوهيجن، وتقلل بقى الريديوس جلوبال ستيت، اللي هو يعني تقلل الاستخدامات للجلوبال ستيت بشكل عام. فاحنا لو عايزين نحط مثلا زي قاعده ذهبيه للموضوع، او مثلا حاجه كده تثبت عليها ان كل يكون جوه الكلاس بيعمل حاجه واحده، اللي هي هاي كوهيجن. اللي جوه الكلاس عايزين هاي كوهيجن، وبره الكلاس عايزين لو ايه؟ كابلنج. يعني مثلا لو قلنا لك، عشان برضه ايه احط لك القاعده الذهبيه دي عندنا هنا، اللي هو ايه؟ احنا عايزين الهاي كويجن ده تكون جوه الكلاس، وما بين الكلاس عايزين له ايه؟ كابلنج، الاعتماديه بينهم تكون قليله. التركيبه دي هي اللي بتخلي الكود بتاعك يكون موديولار اكتر، متقسم موديولز يعني، ويكون التعديل فيه سهل، تعرف تقرا، ما يحصلش فيه مشاكل بشكل كبير. الخلاصه بشكل عام ان الكوهيجن والكابلنج مش مجرد مصطلحات نظريه او حاجه تعتمد عليها انها مجرد كلام، لا هي حاجات ثابته وحاجات مهمه في الكود بتاعك. يعتبر زي العدسات اللي تقدر تبص عليها على الكود بتاعك وتشوف المشكله هي فين، ولو فهمتهم كويس هتلاقي باقي السوليد برنسبل اصلا بتطبقهم، فبالنسبه لك مش هتبقى فيها مشكله. اتمنى تكون فهمت الفرق بين الكوهيجن والكابلنج، عشان هم معتمدين جدا على السوليد برنسبل وهيسهل عليك مذاكرتهم بشكل عام. فيلا بينا نبدا شرح السوليد برنسبل وتفهم كل واحده منفصله، وازاي هنطبق الكوهيجن والكابلنج معاهم، وحاول كده تريليت ما بين الكابلنج والكوهيجن، وان احنا عايزين اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا جوه الكلاس يكون هاي كوهيجن، وبره الكلاس بين الكلاس لو ايه؟ كابلنج. وبس كده نكون خلصنا الدرس ده. اشوفك في الدرس اللي جاي. مع السلامه.